قبل ما نتكلم عن فلسطين خليني أكلمك عن يعني إيه وطن. وطن باختصار عبارة عن قطعة من الأرض قعد فيها مجموعة من الناس واعتبروها وطن ليهم، وبدأوا يورثوها لأجيال ورا أجيال. تعال ناخد مصر كمثال. ليه بنقول إن مصر هي الوطن بتاعنا؟ لأن ببساطة إحنا ورثنا مصر عن أجداد أجدادنا من آلاف السنين، وعدى علينا حضارات وديانات أخدنا منها الإسلام، فبقى الأرض أرض مصر، والديانة هي الإسلام. طب بالنسبة لفلسطين، الأرض بتاعت مين والديانة اللي فيها إيه؟ السلام عليكم. بإذن الله ده هيكون أول فيديو على القناة. قناة دوبامين هدفها الأساسي إن إحنا نبسط العلوم الطبية ونحاول نصلح مفاهيم كتير جدا غلط، وأديلك شوية نصايح بسيطة كده. بس قلت مينفعش أتكلم عن أي حاجة ولا أنزل أي فيديو قبل ما أتكلم عن القضية بتاعتنا، قضية فلسطين. من بعد الفيديو ده إن شاء الله هيكون بشكل دوري كل خميس فيديو جديد فيه معلومات كتيرة جدا وبأشكال مختلفة. بإذن الله الحاجات دي تعجبكم وإن شاء الله تستفيدوا منها، وأسيبك تكمل المشاهدة. خلينا نرجع بيك لورا شوية من 8000 ل 10000 سنة قبل الميلاد. في الفترة دي كان العالم فيه شوية حضارات بسيطة زي الحضارة المصرية القديمة وشوية قبائل متفرقة. وقتها الأردن وبلاد الشام كان فيهم قبائل اسمها النوتوفيين. القبائل دي هي واحدة من أقدم القبائل على وجه الأرض، ومن خلال الآثار بتاعتهم والنقوشات اللي لقيناها اكتشفوا إن كان في علاقة قوية جدا ما بين الحضارة المصرية القديمة وما بين قبائل النوتوفيين اللي كانت موجودة في الشام. القبائل دي بمرور الوقت اختفت تماما، ما عادش متبقي منهم غير شوية آثار بسيطة عرفنا منها إن هما كانوا عايشين في وقت من الأوقات. بعد مرور حوالي 7000 سنة ظهر قوال جديد اسمهم الكنعانيون. الكنعانيون دول قعدوا في بلاد الشام وسموها أرض كنعان، وبنوا فيها مدينة من أقدم المدن الموجودة في العالم كله، وهي مدينة أريحة. بمرور الوقت بنوا مدن كتير جدا مهمة دلوقتي زي غزة وعكا وأسدود. طب جميل، معنى كده إن بلاد الشام ومن ضمنها فلسطين هي أرض كنعانيون. مين دول بقى؟ دول عبارة عن شوية جماعات جم من شبه الجزيرة العربية وقعدوا في فلسطين، لقوا إن هي أرض سهلة ومنبسطة وقابلة للعيش، قالوا يبقى ده الوطن بتاعنا، وقعدوا فيها. وكده عرفنا إن الأرض أرض كنعان، ولحد دلوقتي مفيش أي ديانة دخلت في فلسطين لغاية ما وصلنا تقريبا ل 1900 قبل الميلاد. وفي الفترة دي بتقدير علماء الآثار وبعض النصوص الدينية إن الفترة دي اللي كان عايش فيها سيدنا إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم كان أصله في العراق، وانتقل من العراق إلى فلسطين وتزوج بزوجته سارة، وربنا رزقه منها بابنه إسحاق اللي خلف بعد كده يعقوب اللي هو إسرائيل. سيدنا يعقوب أو اللي هو إسرائيل خلف سيدنا يوسف. سيدنا يوسف انتقل إلى مصر وقصته الشهيرة طبعا لغاية ما أصبح عزيز مصر. سيدنا يوسف لما أصبح عزيز مصر أرسل لقومه ووالده إن هم يجوا إلى مصر، فبالتالي بني إسرائيل ما كملوش جيل واحد بس في فلسطين وانتقلوا بعدها إلى مصر لغاية ما وصلنا تقريبا ل 1213 قبل الميلاد. وخلال الفترة دي بني إسرائيل كانوا بيتكاثروا ويزيد عددهم في مصر. المصريين القدماء وقتها كانوا بيعاملوهم أسوأ معاملة وبيعذبوهم لغاية ما ربنا بعت لهم سيدنا موسى عشان يخرج بهم من مصر ويرجع بيهم لفلسطين. ومن هنا كانت بداية رحلة سيدنا موسى واللي أمنوا معاه مقاومة من مصر لغاية فلسطين. الرحلة اللي ابتدت بمعجزة عظيمة جدا وهي انشقاق البحر وموت فرعون، وعلى طول الرحلة وهم بيكذبوا ويشككوا في سيدنا موسى، وربنا يبعت لهم أدلة وبراهين وهم يكذبوا، يبعت لهم أدلة وبراهين وهم يكذبوا، لغاية ما وصلوا إلى القدس الشريف. وده سيدنا موسى أمرهم إن هم يخشوا يجاهدوا في سبيل الله وينشروا اليهودية في القدس، لكن طبعا كما هو متوقع رفضوا وقالوا لسيدنا موسى ادخل انت وربك واحنا هنستناك هنا. يعني هم اللي رفضوا بنفسهم ان هم يدخلوا القدس الشريف، وكان عقاب ربنا ليهم ان هم هيفضلوا تايهين في الارض 40 سنه خارج القدس الشريف. وخلال ال 40 سنه دي توفي سيدنا موسى قريب من القدس الشريف. وبعد موت سيدنا يوشع ربنا ارسل فيهم كميه انبياء كتير جدا، كل ما يموت نبي ربنا يرسل نبي، كل ما يموت نبي ربنا يرسل نبي، لان هم كان معاهم سيدنا موسى بكميه الادله والمعجزات دي وكانوا بيكذبوا فيه، فما بالك لو مفيش عندهم نبي في وقت معين يعملوا ايه؟ لغاية ما وصلنا تقريبا ل1000 قبل الميلاد. في الفترة دي بيقدر إن سيدنا داود كان عايش فيها وقدر يعمل أول مملكة ليهم. فضلت المملكة دي 90 سنة، ومن بعدها وعينك ما تشوف إلا النور. فلسطين دخلها غزاة كتير جدا من رومان وبابليون، وطبعا كان هم بني إسرائيل في كل حد بيخش عليهم الفلوس، وده كان عامل مساعد جدا إن أي حد يخش يعرف يسيطر عليهم، لغاية ما وصلنا تقريبا للفترة من 33 ل 326 ميلادية. خلال الفترة دي جه سيدنا عيسى ونزل الوحي عليه وتم رفعه إلى السماء، ووقتها كان الروم هم اللي مسيطرين على فلسطين. ملك الروم أمن بسيدنا عيسى، ولما عرف محاولة قتل بني إسرائيل لسيدنا عيسى قرر إن هو ينتقم أشد انتقام،
وبدأ يقتل ويعذب فيهم، ووصل الحال بيه إن هو بدأ يبيعهم كعبيد في أوروبا. وفضل الوضع إن الرومان مسيطر واليهود الموجودين بيعملوا ثورات، ده يهجم على ده، يوم ده قتله، يوم ده طرده بره، وهكذا الوضع لغاية ما وصلنا ل 637 ميلادية، وتم الفتح الإسلامي للقدس الشريف، ورجعت الأرض لأصحابها. أصحابها اللي هم الكنعانيون لو أنت فاكرهم، اللي هم أصلا أجداد العرب. وأول حاجة عملها الخليفة عمر بن الخطاب بعد الفتح الإسلامي إن هو بنى المسجد الأقصى، المسجد اللي تم فيه أعظم صلاة في التاريخ، صلاة سيدنا محمد وجميع الأنبياء في ليلة الإسراء والمعراج. وعلى عهد سيدنا محمد عمل اتفاق مع الغير المسلمين اللي موجودين، أمنهم فيها على فلوسهم ومعتقداتهم وأنفسهم. الأرض هي أرض الله، الأرض اللي قعد فيها الكنعانيون من زمان جدا اللي هم العرب، وعملوا فيها مدن كتيرة موجودة لغاية النهاردة. والدين بدأ باليهودية ثم المسيحية وأخيرا الإسلام. الأرض بتاعت فلسطين العربي اللي آمن بسيدنا إبراهيم وبعده سيدنا يوسف وبعده سيدنا موسى وأخيرا عيسى ثم سيدنا محمد. والدين زي اللي عمله عمر بن الخطاب، أنت ليك الحرية إنك تمارس دينك وأنا ليا الحرية إن أمارس ديني، بس كله في أرض أنا، الأرض بتاعتي أنا. بستغرب جدا لما ببص لقارة أوروبا كده من الشرق للغرب، بتلاقي إن هما كلهم كأنهم حاجة واحدة، بينهم تحالف اليورو وعملة واحدة، ولو هتسافر من أي دولة للتانية مش محتاج موال وحوارات، لا أنت يا دوبك بتركب قطر واحد يوصلك من ده لده. بالرغم إن تيجي تشوف إيه الرابط عندهم، مفيش غير إن هما جغرافيا جنب بعض. طب عندنا إحنا كعرب أو كمسلمين أنت عندك روابط كتير جدا. إحنا أولا جنب بعض، ثانيا عرب بنتكلم لغة واحدة، ثالثا مسلمين. طب الوضع ليه كده؟ تحس ان هي ملهاش نهاية، ولا الله اعلم توصل لايه في الاخر. بس اكيد ربنا هينصرنا في الاخر. اي حاجة اتقالت في الفيديو ده هتلاقيها في المصادر تحت في الوصف. سلام.